كواحد عنده 10 سنين او 12 سنة نفسه ان يعرض افكاره او يسأل الناس ايه الحاجات اللي انتوا بتحبوها علشان يبدأ مشروعه الصغير، ممكن ينفذها بسهولة جدا من خلال التطبيق اللي هنعمله النهاردة. ويقدر ان هو كمان يبرمجها وفي دقايق يكون عنده البرنامج بتاعه ويبعته لكل اصحابه. ويلا بينا نتعلم حاجة جديدة. اهلا بكل اصحابي المبرمجين. زي ما انتم شايفين كده احنا النهارده هنعمل فكره ابلكيشن ان واحد عنده بيت ستور او محل حيوانات اليفه، عايز يساعد الناس من خلال شويه اسئله يكتشفوا ايه الحيوان الاليف اللي هم ممكن يفضلوه. وطبعا ممكن الاسئله يتسال للكبار او للصغيرين، ممكن يتعمل اكتر من مره. دي فكره الابلكيشن بتاعي النهارده. طبعا ممكن نطبق افكار كتيره جدا من الابلكيشن دوت. يعني لو اي حد عنده منتج عايز يعرض الصور بتاعته، يقول للناس عن المنتج بتاعه، يسالهم اسئله اذا كانوا بيحبوا ايه او ما بيحبوش ايه، يعرض لهم افكار عن اماكن سياحيه، يعرض لهم او محلات اكل. يعني الموضوع في ما لا نهايه ابداع. ممكن كمان نعمل عن الكتب، ممكن نعمل عن الافلام، ممكن نعمل عن اي حاجه احنا بنحبها، الموسيقى، الرياضه. فالتنوع فيه كبير جدا. المشروع بتاعنا هيمر ب 3 فيزز. عندنا الفيز الاولاني اللي هو فكره التخطيط، ازاي ان انا اخطط للمشروع بتاعي، ازاي اخطط الابلكيشن بتاعتي اللي انا عايزه اعملها. والموضوع دوت احنا هنعمله بورقه وقلم، وهوريكم ازاي ان احنا نفكر مع بعض. والموضوع بسيط جدا فعلا بجد. اولاد من اول 10 11 سنه يقدروا ان هم ينفذوه. تاني فيز عندنا هتكون اللي هو التصميم. هندخل بقى ونشوف احنا عايزين نصمم ايه، وهنستعين طبعا بالبلان اللي احنا عملناها في الجزء الاولاني علشان نعمل التصميم بتاعنا. واخر حاجه وثالث حاجه هي الكود اللي هي في الاخر هتشغل لنا البرنامج بتاعنا. ويلا بينا نبدا. اوكي، علشان نخطط هنجيب ورقه وشويه اقلام، وهنبتدي ان احنا نخطط للبيت شوب بتاعنا. محتاجين ان نسال نفسنا شويه اسئله عشان نعرف احنا بالظبط عايزين نعمل ايه، علشان خاطر زي ما قلنا ما نعيدش كتير تاني ويبقى مسهل عليا الديزاين وتبقى الفكره البالي. يبقى انا دلوقتي عايزه اكتب ان انا عايزه اعمل بيت شوب. طب ايه الحيوانات اللي انا هستخدمها؟ انا قررت ان انا هستخدم الهامستر، وهستخدم القطه، وهستخدم البابي اللي هو الجارو، يعني اللي هو الكلب الصغير، وهحط كمان الكلب الكبير، وهحط التورتل. اوكي، هم دولت الخمس حيوانات اللي انا قررت ان انا اشتغل عليهم. ليه مهم بالنسبه لي؟ علشان اقدر على اساس الحيوانات ديت اسال نفسي الاسئله المفروض تتسال. يبقى اول حاجه انا عايزه اسال سؤال، هم ايه الحجم اللي انت محتاجه؟ يبقى بسال سؤال عن السايز او الحجم. اكتبه بالانجليزي، اكتبه بالعربي، مفيش صح وغلط في الموضوع. خطط بالطريقه اللي انت تحبها. عايز تستخدم ورقه وقلم، عايز تستخدم حاجه على الكمبيوتر، اللي انت يريحك اعمله. مش عايز تستخدم الوان، مفيش مشكله. تاني حاجه، اذا كنت انت عايز حيوان في الميه ولا عايز حيوان للارض، علشان على اساس اذا كنت هختار مثلا فيش وتورتل. ايه ده، انا نسيت احط الفيش كمان، وعايزه كمان فيش، عشان كنت اختار فيش تو تورتل، ولا هتختار من الحيوانات التانية. السؤال اللي بعد كده يبقى انا عايزه اسال عن القفص. هل انت عايز حيوان في قفص زي الهامستر ولا لا؟ يبقى كيج ولا نو كيج، في قفص ولا من غير قفص. وبعد كده كمان انا عايزه اسال انت عايز تقعد تنظف كتير ويبقى سهل في الايه، في التنظيف. يعني ممكن نسميها مثلا انا عايزه اسال عن الكليننج، ايزي كلين ولا هارد كلين. وايه تاني عايزه اسال عنه؟ وكمان انا عايزه اسال عن الاكتيفيتي بتاعته. هل هو فيري اكتيف، هايبر، يعني ممكن ان هو يكون هايبر ولا نورمال ولا يكون ليزي. كل الاسئله ديت انا محتاجه ان انا اسال الايه اليوزر عليها. يبقى انا ده معناه ان انا هحتاج ان انا اعمل السكرين لكل سؤال، صح؟ يبقى انا البات شوب بتاعي دي اللي هي المين سكرين. نتخيل مع بعض ان انا عندي المين سكرين بتاعتي في هنا في الظهر صوره، وفي هنا هو ويلكم مسج، اهلا وسهلا اي حاجه، وهنساله هنا على النيم بتاعه. وفي هنا كمان عندي بوتن. البوتن ده اللي هو ايه، بياخدني على النكست سكرين. النكست سكرين هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن سؤال من الاسئله اللي انا اخترتها. يبقى واحده بتسال عن السايز، والسكرين الثانيه بتسال عن، طبعا السكرين دي بتروح للسكرين دي، يعني في هنا نيكست بوتن اكيد بينقل لي من السكرين دي للسكرين دي. بتسال مثلا هو ووتر او لاند، والسكرين الثالثه وهكذا.
يبقى انا كده لحد ما اخلص all my screens صح. طيب السكرين الاساسيه ديت ممكن ابقى عايزه فيها ايه؟ ممكن مبدئيا احط فيها هنا اللوجو بتاع الشوب بتاعي عشان يبقى شكل السكرين بتاعتي حلو. ممكن احط هنا صوره، ممكن احط هنا كمان هنا اللي هيبقى الكويستشن بتاعي اللي هو انا هساله له عن الحجم او عن السايز، وهنا كمان ممكن نحط النيم بتاع اليوزر، وكمان ممكن نحط هنا بقى الاختيارات اللي هي التشويسز بتاعتي، اذا كان هيختار ايه الحاجات اللي هو هيختارها. ممكن ارجع بقى اغير حاجات، امسح حاجات، احط حاجات جديده، اعمل كل الحاجات دي مش هتفرق معانا قوي. المهم ان احنا يبقى عندنا فاهمين الفكره الاساسيه. طيب بعد ما عملت ده كله يبقى عندي في الاخر الفاينل سكرين. ممكن اعمل فاينل سكرين بلون تاني على اساس ان هي تبقى مختلفه. الفاينل سكرين ديت هيبقى فيها ايه؟ الفاينل سكرين دي او الريزلت سكرين ديت اللي هقول له فيها نوع الباد، يبقى برده هحط فيها هنا اللوجو، وهقول له هنا هو برده النيم بتاع اليوزر، واحط هنا التشويسز بتاعته. يعني هو اختار تشويس 1 2. لو انا عندي 5 سكرينز يبقى اكيد عنده مثلا 5 تشويسز صح. اوكي، يبقى الاختيارات بتاعته 1 2 3 4 5. انت اخترت كذا وكذا والباد بتاعك كذا. ممكن اعمله في شكل ايمج، ممكن احط برده هنا في النيم اوف ذا بات، يعني اني بات اللي اخترته. ممكن اختار اي حاجه عاديه. ممكن اعمل هنا زرار علشان يعمل ريستارت اجين. ماشي، يبقى انا كده خططت مبدئيا للبيت شوب بتاعي، حاجه كده شبه ممكن نقدر نقول عليه الجوريزم، ان انا البدايه اللي انا عايزاها. انا عايزه مين سكرينز، انا عايزه سكرين لكل سؤال وشكلها هيبقى عامل ازاي، وعايزه في الاخر الريزلت سكرين اللي هتوديني لكل ده. من كل سكرين بتنقل للسكرين والتانيه. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا فكره البلاننج والتخطيط، فكره بسيطه وسهله وتقدر ان انت تنفذها بسهوله بشويه اقلام وورقه. وصدقني ممكن تحط دي كمان كده قدامك وانت بتنفذ، ما تفتكرش ان احنا مثلا كاتبين كلام كتير يبقى هو مشروع صعب. لا، المشروع يبقى سهل جدا. ويلا بينا نبدا في الديزاين. اوكي، اول حاجه هنفتح اب لاب. هتلاقوا طبعا اللينك تحت في الوصف. بعد ما تفتح اب لاب هتختار الثيم اللي انت عايزه، او لو انت عايز تكرييت او تعمل ثيم خارجي بالوان بتاعتك اللي انت حابه اعمله. فهننفذ دلوقتي سكرين 1 اللي احنا قلنا عليها، اللي هي الشاشه الاولانيه اللي انا عايزه ابدا بيها. فاول حاجه هنعملها ان احنا هنحط الويلكم بتاعتنا. لما حد يفتح الاب بتاعي اول حاجه هنقول له بنسلم عليه، بنقول له ويلكم. طبعا انجليزي عربي اللغه اللي انت عايزه اكتبها مفيش مشكله. الديزاين بتاعك وبرده السيتنجز نفس الكلام اللي قلناه قبل كده. السيتنجز بتاعه الاب لاب من الوان بقى او اي حاجه، اعمل اللي انت عايزه. لو انت حاسس ان الموضوع صعب عليك او ان انت مش عارف قوي والابلكيشن، لان احنا في الابلكيشن ده هننفذ سكرينز كتير، ممكن ترجع للحلقه اللي فاتت وعملنا مشروع باب لاب بسيط جدا كان عباره عن 2 سكرينز بس. ممكن ترجع لهم وتشوف الاول الفكره بتاعه الاب لاب بيشتغل ازاي قبل ما تبدا في المشروع دوت، عشان ما تحسي ان هو صعب عليك. هنعمل الويلكم وهحط الباك جراوند بتاعتي حاجه بتعبر عن المشروع اللي انا عايزه اعمله. فانا ان هو جبت الصوره ديت وحطيتها. واول حاجه هنسالها لليوزر اول ما يدخل، المستخدم اول ما يدخل هنساله هنقول له نساله عن اسمه. فهساله ان هو واتس يور نيم، فاقول له ان هو ممكن اساله اسمك ايه، او من فضلك دخل اسمك. وبعدين هناخد الاسم ده بعد كده نعمل له كود. فاحنا اتفقنا ان هتلاقوني دايما مهتمه ان اي حاجه انا عارفه اني هستخدمها في الكود بهتم جدا بتسميتها. فهو ما دام هو هيدخل بليز انتر يور نيم، دي بس انفورميشن او حاجه ديسبلايد او تكست بس ديسبلايد على الشاشه، لكن انا مش هستخدمه في الكود. او كلمه ويلكم دي بس تكست ديسبلايد على الشاشه. يعني ايه تكست ديسبلايد على الشاشه؟ يعني بس حاجه معروضه على الشاشه اللي قدامي، لكن انا مش هستخدمها في كود. لكن الحاجه اللي اليوزر هيتفاعل معاها ان هو يجاوب على سؤال، او ان هو يدخل اسم، او ان هو يدوس على زرار، كل الحاجات دي لازم كويس قوي ابقى مسمياها اسامي ليها معنى قوي، علشان خاطر هقدر ان انا استخدمها في الكود ما اتلخبطش وبقى مسميها بوتن 1 وبوتن 2 وبوتن 3 وتايهه. لا، انا عارفه ان دوت البوتن بتاع ان هو هيدخل اسمه، ده المكان اللي هو هيدخل فيه اسمه، فمسمياه مثلا نيم اندرسكور ليبل او نيم اندرسكور انبوت تكست، لان فاهمه كويس قوي ان هو ده المكان اللي هو هيدخل فيه اسمه، فاقدر بسهوله ان انا استخدمه في الكود. هنبتدي احنا عندنا زي ما اتفقنا في الديزاين بتاعنا عندنا كام سكرين. اتفقنا ان احنا هنعمل 5 سكرينز. اوكي، هبتدي بقى انفذ السكرينز اللي فيها الاسئله. اوكي، فاول سكرين عندي هتبقى ان انا عايزه احط اللوجو بتاع المحل بتاعي، لان طبعا انا عامله محل فلازم احط اللوجو فيه. وبعدين طول انا خلاص كتب اسمه، فدايما هقول له مثلا هلو فلان، اللي هو هلو الاسم اللي دخله، مثلا هلو انجي، هلو احمد، ايا كان الاسم اللي هو دخله هنكتب هلو والنيم جنبه. فانا هحتاج ان انا احط 2 ليبلز اللي هو فيه هلو
خلاص ده تكست ديسبلايد مش فارق معايا. والليبل التاني دوت بقى اللي فارق معايا اسميه ليه، لان الليبل ده هيتغير، ان انا هحط له في الكود ان كل مره لازم تعمل له لود بايه، بالاسم بتاع اليوزر اللي دخله في اول واحد. فالمهم جدا ان انا وانا ابقى الاي دي بتاعه ابقى عارفاه، اللي هو نيم اندرسكور ليبل. احسن حيوان بات انت ممكن يكون مناسبك، وهبتدي ان انا اساله الاسئله. طيب هنا السؤال الاولاني وات از ذا سايز اوف يور بات، برضو الاثنين ليبلز دول برضو تكست ديسبلاي. هناخد حاجه اسمها جديده النهارده هنعملها اللي هي الدروب داون. ايه هو الدروب داون؟ ببساطه كده انت لما بتدخل على اي ابلكيشن، اكيد كلنا استخدمنا دروب داونز كتيره جدا، مثلا العمر، السن، التاريخ، اي حاجه او اختيارات. فديت بقى لما يبقى في كذا اختيار هو عايزك تختار واحد ما بينهم، بنعمل حاجه اسمها دروب داون. بتدوس عليها بيبقى في زي مثلا بيقول لك الناشوناليتي دايما او وير ار يو فروم، بيجيب لك ديسبلاي كل الكونتريز. فاحنا برده هنقول له ايه السايز، ايه الحجم بتاع البيت بتاعك، وهنديله الاوبشنز اللي موجوده. هنكتبها هنا في الدروب داون منيو بتاعنا، هنكتب كل الاوبشنز اللي احنا عايزينها، تايني، سمول، ميديوم، لارج، اكس لارج. اكتب بقى اللي انت عايزه مفيش مشكله اذا كنت بتعمل المشروع ده او اي حاجه تانية. بنكتب كل واحد لوحده، بنعمل انتر، يعني واحد وانتر واحد وانتر، عشان هيبقى هو ده الاختيار وهي دي الكلمه اللي هتتبعت لي واللي انا هستخدمها في الكود، لاني على اساسها هعمل حاجات معينه. فمهم جدا ابقى كاتباهم وابقى عارفه كمان بيبتدوا مثلا بكابيتال لتر ولا سمول لترز. كل الحاجات الصغيره دي هتفرق معانا جدا هنعمل الكود. من كده بقول لكم دلوقتي عشان تاخدوا بالكم منها. وبعدين هنحط زرار نيكست. كمان انا عايزه اعمل حاجه، ان انا عايزه احط باك، يعني عايزه ان هو يفرض مثلا حد غير رايه، عايز يرجع للسكرين اللي قبل كده، حاسس ان هو ما جاوبش السؤال كويس، فنقدر نعمل زرار باك. بس المره دي مش هنعمله، هنختار ايمج بس مش هعمله على شكل صوره، لا احنا هنجيب حاجه اسمها ايكون. هنختار زي ما احنا شايفين كده لما فتحت الايكونز، عندنا ايكونز كتيره جدا تقدر ان انت تختار ما بينها، وبسهوله جدا كمان ممكن تغير لونها وحجمها وكل حاجه. فغيرت اللون بتاعها وغيرت الحجم بتاعها وحطيته. وبعدين كمان هضيف كام صوره للبيت شوب بتاعي عشان عايزه السكرين دي يبقى شكلها حلو. بهتم قوي وانا بعمل اي ابلكيشن ان انا اعملها تكون شبه الحقيقيه، فببقى عايزه الصور بتاعتي حلوه، حتى ايكونز، حاطه لوجو، كاتبه الكلام حلو، الايكونز ريليتد للسؤال او ريليتد للموضوع اللي انا بتكلم فيه، مش حاطه اي صور وخلاص. اوكي، يعني ما ينفعش كده ابقى عامله هنا حاطه صور ورد مثلا، لا يعني لازم يكون ريليتد للموضوع اللي انا بتكلم فيه. بعد كده هنعمل السكرين اللي بعدها بمنتهى السهوله. انا وانا واقفه على السكرين دي هقوم قايله له دوبليكيت. لما بقول له دوبليكيت هيعمل لي دوبليكيت لنفس السكرين هي. بس طبعا هغير الحاجات اللي انا عايزاها تتغير، زي الباك بوتون اغير اسمه، نيكست بوتون اغير اسمه، طبعا هغير السؤال بتاع واتس ذا سايز اوف يور بات، وطبعا هغير برده الدروب داون مينيو، هغير الاي دي بتاعها، وهغير كل الكلام اللي مكتوب فيها. وكمان الايمج هحط صوره تانية. وفعلا انا هعمل كل ده، بس مهم عندي جدا ان انا ابقى عارفه الاي دي بتاع هلو نيم، هلو الاسم، الاي دي بتاعه اغيره، السؤال بتاعي اغيره، الدروب داون منيو الاي دي بتاعها اغيرها، واغير الكلام اللي فيها، واغير الايمج، والباك بوتن اغير الاي دي بتاعه. بعد ما عملت كل التغييرات ديت هعمل نفس الكلام لكل السكرينز اللي جايه، لكل الاسئله اللي احنا اتفقنا في الديزاين ان احنا هنعملها. كل السكرينز اللي جايه انا هغير فيها نفس الكلام. وغيرت الصور بتاعتي وسالت كل الاسئله بتاعتي اللي انا عايزاها. ممكن تجيب بقى الصور بتاعتك اللي انت عايزها من اي مكان انت عايزه، ممكن تجيبها من على جوجل، من على كانفا، حسب انت عندك اكسس لايه. في حاجات كتيره جدا بتدي برضو صور فري. فموضوع الصور دوت ابدع من مكان ما انت عايز، مفيش اي مشكله، تقدر ان انت تجيبها من عليه. هنيجي بقى للديزاين بتاع اخر سكرين. الاخر سكرين دوت انا عايزه اقول له according to your choices، عايزه اجيب بقى كل الاختيارات اللي هو حطها واعمل لها ديسبلاي قدامه، تبقى موجوده قدامه. فهقول له مثلا ايه يا فلان الفلاني باسمه، وبعدين ابقى بناء على الاختيارات اللي انت اخترتها في الحجم بقى، في الكيج، في النوع، في الاكتيفيتي، في الكليننج، في كله. وكل واحده فيهم هتديسبلاي اللي تحتها، هتديسبلاي الباك. وهيبقى عندي ان هو حاجتين، هيبقى عندي ريستارت ايمج، ريستارت بوتن، وهو بوتن يبدا من الاول، والايمج. الايمج دي هنا ديت، هي الايمج دي هنعمل لها سيتنج بالكود. يعني ايه سيتنج بالكود؟ يعني حسب اختياراته هقول له ايه البات اللي يناسبه. يبقى مش كل الباتس ان هي هتبقى نفس الايمج. يبقى انا علشان اديسبلاي النيم بتاع البات، او ان انا احط ديسبلاي للايمج بتاع البات، يبقى الموضوع دوت هيحتاج مني ايه؟ الموضوع دوت هيحتاج ان انا اعمله في الكود. فيبقى النهارده هنا بقى يبقى الايمج دي مهمه بالنسبه لي، ان انا ابقى عارفه الاي دي بتاعها، لان الايمج ديت انا هستخدمها عشان احط لها اغيرها حسب الكود بتاعي. ويبقى مهم جدا ان انا ابقى عارفه برضو الاي دي بتاع كل الحاجات اللي هتبقى متغيره على حسب الكود بتاعي. مهم جدا ان انا اسمي الاي دي بتاعها.
يبقى هي ديت الريزلت بتاعي. ولو هو اختار حاجات مثلا ما مش من الحيوانات اللي انا حطاها مش مناسبه، يبقى في الحاله ديت هقدر ان انا اقول له ايه، لا مفيش بات. فمهم قوي ان انا اعمل صوره لايه not pet available for you او we don't have your pet، ايا كان الصوره بتعبر عن ايه. بس هي فكره زي كده، لان اكيد مش كل هيختار، مستحيل هقدر اعمل كومباينيشن كل الحاجات ان كل الباتس تبقى عندي، كده هنحتاج سكرينز كتيره قوي. بس المهم كده هيبقى الكود عالي قوي. بس على قد اب لاب انت تقدر ان انت مثلا ناخد 5 6 اختيارات، وتقدر ان هو يخليه يختار ما بينهم من خلال الاسئله. هو دوت اللي هيخليه ان هو ايه يعرض الصوره بتاعتي. ولو من الاختيارات ديت ما فيش حاجه فيها يبقى خلاص ما فيش مشكله، هنقول له نو بيت افيلبل، او صوره بتعبر على ان ما فيش بيتس ليه. في الحقيقه انا كنت نفسي اسجل الحلقه بتاعت اب لاب ديت حلقه واحده، بس لقيت ان هي تبقى حلقه طويله جدا، لان انا دايما بوجه الفيديوهات بتاعتي للناس المبتدئين جدا، الاطفال الصغيرين، الولاد الصغيرين بيبقوا محتاجين تفاصيل شويه، وانا بدرس لهم وعارفه ان ممكن تبقى تفصيله بسيطه لناس تانية، بس ممكن فعلا بجد يقعدوا تايهين كتير قوي فيها، بيحتاجوا ان هم ياخدوا الموضوع ستيب باي ستيب. عشان كده هقسم الحلقه على جزئين. بارت 1 اللي هي الحلقه اللي انتوا شفتوها دلوقتي اللي هي فيها التخطيط والديزاين، وبارت 2 ان شاء الله الجزء هيبقى فيه الكود، عشان نعمله خطوه بخطوه ويطلع فعلا بجد في الاخر ابلكيشن عندنا شغال، وهتتعلموا منه حاجات كتيره جدا في البرمجه وعموما في التخطيط لحياتكم او التفكير في اي مشكله عندكم. ان شاء الله هننزل الجزء الثاني الاسبوع الجاي، وكمان يا ريت ناس تقدر تحاول انها تعمل الكود لوحدها وتبعته لنا، ومستنيين تطبيقاتكم تحت هاشتاج كود فور اول. ما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير. هابي كودينج.